طبعا من الحاجات المهمة عندنا واحنا شغالين تقريبا احنا كل اللي شرحناه في الجهاز اليومين اللي فاتوا كان المكنة والفرامل. النهارده هنتكلم شوية عن الفتيس وشوية حاجات تانية كده غير الفتيس يعني، بس أكتر حاجة النهارده هتكون عن الفتيس أو اللي هو بيسموه الجير. طيب كلمة كلاتش دي، أول كلمة دي كلمة مهمة جدا، أهم كلمة في الفتيس كلمة كلاتش، لأن دي أول حاجة بين المكنة وبين الفتيس، وأغلب الأعطال بتقف في الكلاتش أو السيرفو أو حساس الكلاتش والقصة دي كلها. فكلمة كلاتش دي يعني إيه؟ الدبرياج. كلمة ترانسميشن اللي هي الفتيس. تمام. كلاتش دبرياج. لو حد مثلا عايز يكتب عشان هو على ما يعرف ينطق الكلمات صح يعني، عايز يكتب النطق بتاعها جنبها ماشي، عايز هو لما يسمع الفيديو يرددها ورا بعض لغاية لما يحفظها ماشي. بس حاسس ان احنا المرة الجاية لما نيجي تبقى انت عارف تنطق الكلمات لغاية لما تتعود تقرا الكلمة لوحدك وتعرف تنطقها يعني. تمام. فده كده كلاتش ترانسميشن فتيس. عندنا كلمة مهمة حاجة اسمها ريتاردر. ريتاردر اللي هي ايه؟ التلمة او الريتاردر. في ناس بتسميها تلمة وفي ناس بتسميها ريتاردر، لكن هي بالانجليزي اسمها ريتاردر. مفيش حاجة في التلمة. ممكن تلاقي كلمة تلمة برضو، لان التلمة دي في منها انواع برضو. التلمة دي في منها انواع زيت، ضغط زيت، وفي انواع كهرباء تشتغل فرملة كده على عمود الكردان كهرباء يعني، زي تيل الفرامل كده بس على عمود الكردان. بس دي انتهت من زمان. اول ما بدأوا عملوا زي ابقى تيل كده تمسك على عمود الكردان وتفرمل عمود الكردان. بعدين لما طوروا الدنيا شوية عملوا الريتاردر اللي هو الزيت ده اللي بيبقى راكب في الجنب الشمال من الفتيس. فاحنا بنقول عليه ريتاردر او بنقول عليه تلمة، يبقى انت فاهم ان هو ده الاسم بتاعه لما يقابلك على الجهاز. في عندنا حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها كلاتش بوستر او كلاتش اكتويتور. كلاتش بوستر او كلاتش اكتويتور او كلاتش سيرفو. يعني ممكن تلاقي برضو بعض الكتب او بعض الاجهزه كاتباها ايه يعني دي كلاتش ودي كلاتش. بوستر يعني سيرفو واكتويتور يعني سيرفو. ولو كاتب لك سيرفو كلمه سيرفو بالانجليزي معناها برضو ايه؟ سيرفو. يعني ايه سيرفو؟ يعني ده اللي هو المنظومه بتاعت التقويه بتاعت الدبرياج. يعني انت رجلك لما بتدوس على الدبرياج مش هي اللي بتفصل الدبرياج، السيرفو هو اللي بيفصل الدبرياج. السيرفو ده بيساعد معاك بضغط الزيت وضغط الهواء، لكن انت لو هتعتمد على رجلك كده بالدوسه بتاعتك الضعيفه دي مش هتفصل دبرياج. تمام. فهو بيعمل حاجه اسمها سيرفو. سيرفو يعني حاجه بتقوي دوسه رجلك. تحتها حاجه اسمها كلاتش ترافل سنسور. كلاتش ترافل سنسور. سنسور دي حساس، احنا خلاص حفظناها بقى. كلاتش ترافل يعني ايه؟ الحركه بتاعت الكلاتش. الكلاتش دلوقتي قدام ولا ورا؟ الكلاتش دلوقتي معشق ولا فاصل؟ يبقى الحساس ده اسمه حساس سيرفو ديبرياج. بيعرف بقى اذا كنت انت دايس دلوقتي او مش دايس، او السيرفو واخد الحركه بتاعته ولا مش واخد الحركه بتاعته. تمام. عندنا شويه حاجات جوه الفتيس بقى. تمام. عندك حاجه اسمها هاي ولو. هاي يعني عالي او سريع، ولو يعني بطيء او منخفض. بس لما تيجي مع الغيارات مفيش حاجه عندنا غيار اسمه غيار منخفض، في غيار اسمه بطيء وغيار سريع. كلمه جير دي يعني غيار او الترس. تمام. جير يعني غيار، يعني هاي جير يعني غيار سريع، لو جير يعني غيار بطيء. تمام. طب الاسبليتر، الاسبليتر ده يعني الضافر او النص غيار. في عندك حاجتين تخص النص غيار. في عندنا لا في حاجه هنا محتاجه نعدلها بس ثواني يا شباب. هنا بس الحته دي كان هنا فرق، دي سنسور ودي فالف. يعني ايه بلف؟ عندك في بلف نص غيار وفي عندك حساس نص غيار. حساس النص غيار او الضافر او بيسموه الريشه او بيسموه الهاف، كل دي اسماء اللي هو ايه؟ الاسبليتر. وبيسموه الفأسة في الخليج. كل ده ايه؟ اسمه سبليتر. ده بلف السبليتر وده حساس السبليتر او حساس النص غيار. طبعا في حرف ضاع مننا واحنا ماشيين كده. تمام. عندك كلمة هنا، الكلمة دي يعني لما يجي لك تظهر لك على الجهاز معناها تعشيق. انجيج. اسمها هي كلمة رخمة شوية. انج بعدين ايه؟ جيج. انجيج. انجيج يعني تعشيق. يعني معناها ان لما يجي لك مثلا يقول لك ايه مشكلة في التعشيق ولا حاجة، يكتب لك كلمة انجيج يبقى يتكلم عن حاجة تخص التعشيق. ريفيرس يعني ايه؟ مارشدير او غيار اللي هو ايه؟ خاص بالحركة الخلفية اللي هو بيتحرك للخلف. تمام. ريفيرس. ريفيرس ده اللي هو المارشدير. طب انت عندك حاجة اسمها ايه؟ رينج. رينج يعني سريع وبطيء. يجي مثلا يقول لك بلف الرينج او حساس الرينج او الجيت رينج، الجيت سولونويد او الجيت سنسور. الرينج اللي هو السريع والبطيء بيكون مكانه فين؟ هندسة، ده اللي ايوه. هو ورا الفتيس اللي خالص. هو ورا الفتيس، في اخر الفتيس من ورا.
ما هو خلاص مفيش غيره خلاص كده. ما عبد الرحمن قال بلف الشمال وانت قلت البلف اليمين، ما خلاص يعني هو مفيش غيره، هو التالت بلف موجود، مفيش بلف غيره. اللي على الشمال اللي هو البلف المشغل. ما هو اسمه المشغل، بس انا عايز اعرف اسمه بالانجليزي ايه، عشان انا لما يظهر لي على الجهاز ابقى عارف اسمه على الجهاز. يعني كلمة الرينج دي يعني البلف السريع والبطيء اللي هو فين؟ في آخر الفتيس. الجيت البلف بتاع الحارات أو اللافيهات. البلف بتاع اللافيهات ده أو بتاع الحارات ده اللي هو إيه؟ في ظهر الكنترول، يعني جوه في ظهر الكنترول كده، عشان تفكه لازم تفك الكنترول. بلف الجيت ده اللي هو في ظهر الكنترول على طول. تمام. تمام. عندنا حاجة اسمها إيه؟ الكاونتر شافت. الكاونتر شافت ده عمود الشجرة، او بيسموه العمود المناول. يعني في ناس بتسميه العمود المناول وفي ناس بتسموه عمود الشجر. احنا في مصر هنا كلنا عارفينه باسم عمود الشجر، محدش بيقول عليه عمود مناول. تمام. شيفت ليفر. شيفت يعني ايه؟ نقل غيارات. والليفر يعني الدراع. ليفر يعني دراع، دراع نقل الغيارات، او دراع احنا بنسميه يد الغيارات. تمام. شيفت كنترول يعني الحاجه اللي بتتحكم في الشيفت، الحاجه اللي بتتحكم في نقل الغيارات. شيفت كنترول دي دايما بتتقال على اليد بتاعت الغيارات، يا اما يقول لك شيفت كنترول، يا اما يقول لك شيفت ليفر. يبقى هو قصده على ايه؟ على اليد بتاعت الغيارات ايا كانت بقى، في الام بي 3 في الام بي 2 في الام بي 1، هو كلها اسمها ايه؟ شيفت ليفر. تمام. نيوترال اللي هو ايه؟ المور. يعني مثلا بعض الحاجات يقول لك ايه؟ لازم الجير يكون على وضع النيوترال. مين الجير ده؟ الجير اللي هو الفتيس يكون على وضع النيوترال. يعني ايه؟ يعني يكون على وضع المور. يعني انت مثلا دلوقتي هتبرمج الدبرياج، هتبرمج الفتيس، يقول لك لازم يكون الفتيس على وضع المور. يبقى تلاقي مثلا كلمة يقول لك ايه؟ نيوترال. نيوترال يعني ده لازم يكون دلوقتي مور العربية. سولونويد فالف. محمد الفقي. معاك هندسة. الصالونات الفالف دي بتيجي في البي اس، وفي الصالونات اللي داخل المشغل واللي داخل الكنترول واللي داخل بلف اللقطة برضه مشغل تمام. جو يعني اي البطيء. اي بلف عندي بيفتح بإشارة كهرباء اسمه سولونويد فالف. تمام. في عندنا كده حاجة اسمها جراوند كيبل وحاجة اسمها كومن. تمام. جراوند دي يعني ايه؟ خدناها قبل كده. خط الأرضي. تمام. جراوند يعني ارضي، وكيبل يعني ايه؟ السلك بتاع الارضي. طبعا احنا مش هنقول السلك، احنا بنقول خط. يعني احنا بنتكلم مع بعض في الشغل كده، ما بتقولش لواحد بص لي على السلك، بتقول له بص لي على خط. بص لي على خط الكهرباء، بص لي على خط الكابلات، بص لي على خط الايه؟ الكونتاك، الكلام ده. تمام. لكن هي كابل دي يعني سلك. كلمة كيبل هي ما اسمهاش كابل على فكرة، اسمها كيبل. إذا تتكلم بالإنجليزي هتقول كيبل، مش هتقول كابل، دي بتاعتنا احنا في العربي. جراوند كيبل يعني كابل الأرضي أو خط الأرضي. طيب الكومن. الكومن مشترك. ممكن مشترك. تلاقي، تمام، تلاقي في حاجة كده ثلاث أربع حساسات مشتركين في خط بس، فيقول لك الخط ده كومن. كومن يعني إيه؟ خط مشترك بين الثلاث أربع حاجات دول. خط هوا مثلا مشترك بين ثلاث أربع حاجات مثلا. أيا كان بقى خط، أيا كان الحاجة دي إيه؟ كومون يعني حاجة مشتركة بين حساسات، بين بلوف.